هاي، انا مستر شنودة واهلا بيكم في الحلقة الاولى من بودكاست تعلم انجليش. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا او هنجاوب على شوية اسئلة مهمة جدا جدا. ليه بنتعلم انجليزي وايه اهمية اللغة دي في حياتنا؟ تحذير: البودكاست طويل، فلو مستعجل وبتحب الفيديوهات القصيرة ممكن تسيب الفيديو، بس انت مش هتسيبه وعندك فضول تعرف محتوى الحلقة. وعد مني مش هتندم لو اتفرجت على الحلقة كاملة، صدقني هتستفاد جدا. بس في الاول ما تنساش تعمل لايك دلوقتي حالا، يلا بسرعة. مش هتخسر حاجة لو اشتركت في القناة وفعلت جرس التنبيهات، صدقني هتستفاد لأن المحتوى فعلا مفيد جدا ومتعوب فيه. ولو وصلت لنهاية الحلقة وعندك أي استفسار ممكن تكتبه في كومنت وأنا هرد عليك على طول. دلوقتي جهز نفسك يا برنس عشان هنبدأ. Let's get started. ملحوظة: كل الأسئلة الجاية بتتمحور حول السؤال الأساسي والفكرة الرئيسية اللي هي ليه اللغة الإنجليزية بقت اللغة التانية على مستوى العالم للدول اللي لغتهم الأولى أو لغتهم الأم مش إنجليزي. دلوقتي خلي بالك معايا كويس جدا عشان المعلومات اللي جاية يهمك تعرفها. سؤال رقم 1: قبل كده كنت في محاضرة وسألت الطلبة وقلت حد فيكم يعرف ليه اللغة الإنجليزية بقت اللغة العالمية؟ ففي حد طلب الإذن إنه يجاوب وقال لي عشان بيستخدم في معظم دول العالم. الإجابة كانت مختصرة جدا بس حلوة. طلبت من حد تاني إنه يفسر ويفسر الإجابة لزمايله، فابتدى يتكلم ويقول الإنجليزي بقت اللغة العالمية بسبب انتشارها الكبير نتيجة الاستعمار البريطاني في الماضي والقوة الاقتصادية لأمريكا في الوقت الحالي. اللغة الإنجليزية بقت لغة التواصل الأساسية في التجارة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة. بصراحة الإجابة عجبتني جدا ومش محتاجين إننا نزود حاجة عليها. لما لقيت الطلبة ابتدوا يتفاعلوا معايا حبيت أخطف انتباههم بالسؤال التاني واللي هو طيب إيه الفوائد الرئيسية إنك تتعلم اللغة الإنجليزية؟ الإجابة جاتني من طالب كان متردد جدا، كان بيفكر 100 مرة قبل ما يرفع إيده وقال لي بتساعد في السفر، الشغل، والتواصل مع الناس من ثقافات مختلفة. إجابة مختصرة جدا بس بتوضح نقاط أساسية ممكن كل نقطة منهم تاخد محاضرة كاملة. فقلت له مظبوط، تشجيعا لجرأته ومشاركته. فسأل مين حابب يضيف حاجة تاني؟ واحدة رفعت ايدها فقلت اخيرا بنت هتجاوب. ابتدت تقول اللغة الانجليزية بتفتح لنا ابواب كتيرة، من اهم الفوائد انها بتساعدنا نتواصل مع الناس في اي مكان في العالم، وكمان بتسهل علينا نتعلم حاجات جديدة من مصادر كتير موجودة بالانجليزي. بصراحة كانت اجابة وافية وكافية، خلتني اقول لها برافو وانا مش محتاج ازود حاجة على الاجابة دي. وده خلاني من غير المقدمات اسأل السؤال التالي: لما تتعلم انجليزي هل ده بيفتح لك فرص شغل اكتر؟ ايوه، اللي رفع ايده ورا ده انا يا دكتور. ايوه انت حبيبي، اتفضل شاركنا باجابتك. شكله كان متفاجئ ومبسوط في نفس الوقت. ابتدى يتكلم ويقول اكيد الشركات العالميه بتفضل الناس اللي بتعرف انجليزي. كانت اجابه مرضيه بالنسبه له. الواضح ان اديته فرصه محدش قبل اداها له. كان مرتبك لانه اول مره يقف ويتكلم ويشارك قدام زمايله. الواضح برضه ان في منافسه جديده ابتدت تشتعل. كالعاده مدحته على اجابته وقلت له برافو حبيبي، اجابتك كانت رائعه. لما جيت سالت حد حابب يضيف حاجه ما كملش السؤال، لقيت بنت من غير اي مقدمات ووقفت وقالت كتير من الشركات بتدور على موظفين عندهم مهارات في اللغة الإنجليزية لأن ده بيسهل التواصل مع الزملاء أولا والعملاء الدوليين، ده غير إننا هنلاقي فرص شغل أكتر في مجالات زي التكنولوجيا، التجارة، والسياحة. بالرغم إني كنت متضايق إنها اتكلمت بدون استئذان، لكن الإجابة عجبتني. قلت لها ممتازة جدا، إجابتك جميلة، مع إن كلمة جميلة مش بتوصف الإجابة. فهمني طبعا. وصلنا للسؤال الرابع مش كده؟ أيوة يا دكتور، السؤال الرابع. أوكي حماسة حلوة أوي. السؤال ده مهم جدا: ازاي الانجليزي بيساعد في التعليم؟ عايز كل واحد فيكم يفكر في السؤال ده كويس قبل ما يرفع ايده، لانه سؤال ممكن يكون ظاهر انه بسيط، لكن لما ما تفهمهوش كويس مش هتقدر توصل للاجابه اللي انا عايزكم تعرفوها. اوكي يا دكتور. استنيت شويه مفيش حد رفع ايده. ايه كل ده بتفكروا؟ مش كده يا حبايب. اتمنى مستوى الاجابه يكون نفس مستوى الانتظار. ايوه اتفضل، اخيرا في حد هيجاوب على السؤال ده. معظم الابحاث والدراسات الاكاديميه موجوده بالانجليزي. برافو، هو ده اللي انا عايز اوصل له. بالرغم من الاجابه مختصره وبسيطه بس حلو. ايه ده؟ في ناس رفعت ايديها تاني، نشكر الله. قول يا حبيبي، قول. لو انا عايز اطور نفسي اكاديميا هلاقي ان كتير من الكتب والابحاث والمقالات العلميه مكتوبه بالانجليزي. كمان معظم الجامعات الكبيره في العالم بتدرس بالانجليزي، ده بيفتح لي فرص للتعليم في افضل المؤسسات التعليميه. قلت له يخرب بيتك، ايه ده؟ برافو جدا، كانت فين الاجابه دي من بدري؟ برافو. ومن بعد الاجابه دي لقيت الجو بقى مشحون بالطاقه الايجابيه وكله مستني السؤال اللي بعده. حلو قوي، خليكوا كده دايما متحمسين وعندكم شغف. اتمنى الشغف ده يفضل دايما وما ينطفيش. كنت عايز اقول ايه؟
السؤال اللي بعده رقم كام؟ حد يفكرني كده. فلقيت كل الناس بصوت واحد بتقول لي السؤال الخامس يا دكتور. اوكي وطوا صوتكم شويه، المدرج التاني هيشتكي كده. السؤال الخامس، تفتكروا اللي بيتعلم اللغه الانجليزيه لاول مره في حياته هيلاقيها سهله ولا صعبه مقارنه بلغات تانية؟ بس اللي يجاوب بالتفصيل المره دي. اوكي يا دكتور. اتفضل انت اللي رافع ايدك في النص. سهل نسبيا يا دكتور، بمعنى علشان قواعدها بسيطة وفي موارد تعليمية كتير. وضح أكتر. قواعد اللغة الإنجليزية بسيطة نسبيا، وده بيخلي تعلمها أسهل مقارنة بلغات تانية. وكمان في مصادر كتير زي الكتب والفيديوهات والتطبيقات اللي بتساعدنا نتعلم اللغة بسرعة وسهولة. شكلك بتدور كتير على مصادر خارجية بعيدا عن المنهج في الكلية. بتفكرني بنفسي أيام ما كنت بقعد مكانك في المدرجات. I was hungry. You gotta be hungry. اللي عايز منكم أي مصادر materials خارجية ممكن يكلمني بقى المحاضرة أو يدخل على صفحة الفيسبوك عندي، هيلاقي كل حاجة عايزها. بالمناسبة برافو عليكم انكم بتدوروا على مصادر كتير ومش بتكتفوا باللي موجود. السؤال رقم 6، ممكن الانجليزي يحسن حياتك الاجتماعية؟ طب ازاي؟ سؤال حلو جدا لان بحب الاجتماعيات. في همسات هنا، سمعت حد بيقول حاجة حلوة. ايوه انا يا دكتور. اتفضل حبيبي. اللغة الإنجليزية بتخلينا نقدر نتواصل مع ناس من دول وثقافات مختلفة. حلوة جدا الإجابة دي، اتفضل ارتاح. فعلا لما تتعلم إنجليزي ده بيسمح لك تتواصل مع ناس من كل أنحاء العالم، وده بيفتح لك فرص إنك تتعرف على ثقافات جديدة وتكون صداقات مع ناس مختلفين. اللي يحب يتعلم لغة ببلد معين ده معناه إنه بيحب ثقافة وناس البلد دي. ما بالك بقى لو تتعلم اللغة التانية عالميا؟ شوف كم الثقافات والناس اللي انت تتعرف عليهم، لأن دلوقتي مفيش بلد مش بتتكلم إنجليزي. ندخل بقى على السؤال رقم 7. سؤال بسيط، تقدروا تقولوا لي ايه المجالات اللي بتتطلب اتقان الانجليزي؟ ثانية واحدة. السؤال ده ضعيف جدا، تركيبته غريبة. السؤال المفروض يكون ايه؟ السؤال المفروض يكون ايه المجالات اللي مش بتتطلب اتقان اللغة الانجليزية؟ دي مش صيغة سؤال، دي صيغة استنكار وتعجب. نشوف الاجابات بقى. في حد رافع ايده هناك في الجنب ده. ايوه اتفضل. التكنولوجيا، العلوم، الطب، البيزنس والفن. بالظبط. كتير من المجالات النهاردة تتطلب انك تكون متمكن من اللغة الانجليزية. في مجال التكنولوجيا معظم البرمجيات والوثائق التقنية مكتوبة بالانجليزي. في الطب الابحاث والدراسات الطبية مكتوبة بالانجليزي. وكمان في الاعمال والفن اللغة الانجليزية بتسهل التواصل والابتكار. نشوف السؤال رقم 8 بيقول ايه. حد فيكم يقدر يقول لي هل الانجليزي بيساعدك توصل لمصادر معلومات اكتر؟ بسيط جدا. اتفضلي حضرتك. جاوبت اجابه مختصره كالعاده وكانت كالتالي: اكيد معظم المحتوى الرقمي والمعرفي موجود بالانجليزي. حلو قوي. الانترنت مليان بمصادر معلومات باللغه الانجليزيه، سواء كانت فيديوهات تعليميه، مقالات، او حتى كتب الكترونيه. لما تتعلم الانجليزي بتفتح لك باب كبير للمعرفه والمعلومات. السؤال رقم 9 اجابته بتعتمد على اهداف كل واحد فينا. ازاي ممكن تستخدم الانجليزي في تطوير نفسك؟ ايوه انت اللي على الشمال. انا يا دكتور؟ لا اللي جنبك اللي كان رافع ايده ونزلها. انا يا دكتور؟ ايوه انت اتفضل. ممكن اطور نفسي من خلال الكتب والدورات المتاحه بالانجليزي. برافو عليك. في كتب ودورات كتير جدا بالانجليزي بتساعدك تطور نفسك في مجالات مختلفه، سواء كنت عايز تتعلم مهارات جديده تطور مهاراتك الحاليه او حتى تعرف معلومات جديده. هتلاقي مصادر كتير بالانجليزي تساعدك في. نيجي بقى للسؤال الاخير من محاضرة النهاردة، واللي هو كله يصحصح معايا ويسلك ودانه ويفتح دماغه. والسؤال هو: في رأيكم هل ممكن نعتبر الانجليزي لغة الابتكار؟ اللي عنده اجابة يحتفظ بيها للمحاضرة الجاية، وبالنسبة للمشاهدين يكتب الاجابة في كومنت. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من محاضرة دي لازم تتعلم انجليزي. لو متحمس تعرف باقي الاجزاء واجابة باقي الاسئلة، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل الدروس اول باول. واخيرا اتمنى تكون استمتعت في التجربة اللطيفة دي. اشوفك على خير المرة الجاية. سلام.